نصيحتين مهمين جدا جدا. اول نصيحه، لو عندك عقار، شقه، محل، فيلا، ما تفكرش تبيع. سيبك من اللي بيقولك ده الدنيا واقفه والعقارات ما بتتباعش والكلام ده. دلوقتي سوق العقارات عليه طلب عالي جدا والمعروض قليل. ادخل شوف مواقع الاعلانات زي دوبيزل وبروبرتي فايندر والكلام ده. شوف اي منطقه كان الطبيعي مثلا بيبقى معروض فيها 100 شقه، دلوقتي هتلاقي فيها 10 اعلانات، ونصهم اصلا لو كلمتهم هيقولك لا مش متاحه. لو هتبيع لازم تجيب حاجه تانية بدلها على طول، وتبقى محدد الشقه اللي هتشتريها قبل ما تبيع. انا بشوف ناس باعت وكانوا فاكرين الفلوس اللي هتجيلهم هتجيب حاجه تانية كويسه، ودلوقتي اتصدموا في الاسعار ومش عارفين يشتروا حاجه. وقلت لكم كتير قبل كده ان العقارات بتزيد بالتدريج، وهي حاليا في منحنى تصاعد. يعني لو انت شاري مثلا ذهب بمليون جنيه، عادي ممكن تصحى الصبح تلاقيه بقى بمليون 200، ممكن تصحى تاني يوم تلاقيه بقى ب 800,000. لكن العقارات مش كده. العقار لو شاريه بمليون، بعد شهر هتلاقيه مثلا بقى بمليون 100، بعد شهر تاني هتلاقيه بقى بمليون 300، لكن ما ينفعش تصحى تلاقيه بقى بمليون تاني خلاص. احنا دلوقتي في الفترة دي ولغاية اخر 2024، واظن كل اللي توقعناه في اسعار العقارات حصل من نص 2022 لغاية النهاردة. وادخل عندي في فيديو اسمه انا جاي لك من المستقبل فيه كل الكلام ده. تاني نصيحة، خلي بالك من التشطيب. في حاجات في خامات التشطيب سعرها زاد ضعفين وثلاث اضعاف خلال الست شهور اللي فاتوا. يعني لو كنت مثلا شاري شقه على المحاره وكان سعرها مليون جنيه وشطبتها ب 300,000 جنيه، الشقه دي لو سعرها دلوقتي على المحاره في نفس المنطقه 2 مليون، مش هتبيعها ب 2 مليون 300، لان التشطيب اللي انت عامله لو عملته تاني هو دلوقتي هيكلفك فوق ال 700 800 الف جنيه، وفي خامات مش هتلاقيها اصلا. اخر حاجه، اعمل لي فولو لو عايز تتابع اخبار العقارات.